السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض شوية حاجات كده للفطار الصبح اللي بالعشاء مع الأولاد كده، اللي هو البقسماط. معايا هنا كوباية مية ومعلقتين سكر ومعلقتين خميرة وهندوبهم كويس. كوباية مية، الموضوع اقتصادي جدا، مش لبن، مية. كوباية زيت لأن أنا هعمل كيلو دقيق. هنعمل مع بعض البقسماط اللي بنجيبه من الأفران، زي أحلى من اللي بنجيبه من الأفران، واقتصادي جدًا وحلو للأولاد في أي وقت، إن هم ياكلوا بيه كوباية لبن بالليل، الصبح برضه يفطروا بيه في الوقت الصعب اللي الناس فيه دلوقتي. خلاص أنا حطيت اللبن الخميرة والمَيّة والسكر وقلّبتهم كويس لمّا داب السكر، بعد كده ضِفت الدقيق. ضِفت كيلو دقيق للمعجنات. كده أنا خلّصت كوباية المَيّة الأولى، جِبت نُص كوباية تانية وباحط بيها كده من فوق على الوش، ونبتدي نعجن العجينة لحد ما تستساغ في إيدنا هنا حطيت معلقة بيكنج باودر عشان تخلّي العجينة هشة، أو تكون المعجنات هشة طالعة من الفرن كده فاضية مش مكتومة. ننزّلها على الرخامة ونفضل نعجن فيها بقى ونلِت ونعجن كده وناخد راحتنا، لإن أي عجين عايز خدمة كويسة جدًا عشان تاخدي منه نتيجة. أنا باجرّبه الأول بالاقيه بيتقطّع، بارجع تاني ألِمّه تاني أعجن فيه تاني. لازم نعجن فيها لحد ما وإحنا بنفتلها كده أو بنعملها بقسماطة ما تتقطّعش مننا وتخرّز مننا أو تتقطع من النُص. أنا كل ده باجرّب لسه، كل مرّة باجرّب، لأ لسه، نبتدي نجرّب تاني. هنقطّعها كِوَر كده عشان نعمل كل واحدة على قد صينية، إحنا مش هنسيبه يخمر، هو هيخمر وإحنا شغّالين. كل كورة كده باخدها أبتدي أعجن فيها تاني لحد ما تبقى ملساء جدًا وتبقى ناجحة شايفين بتلِم في إيدنا كده وتبقى ناعمة. كل ما كانت العجينة ملساء وناعمة وأنتِ بتشتغلي تساعدِك أوي في الشغل وتطلع معاكِ النتيجة ناجحة جدًا. كده أنا ابتديت أهوّة وجِبت شوية سمسم أبيض محمّص وعليهم حبّة البركة. أنا ابتديت أجرّب كده فلقيت الموضوع ده هياخد وقت أوي مننا، فلأ أنا هابتدي بطريقة تانية خالص. هاجيبها كده أخبزها زي الرغيفة كده وأقطّعها بالقطّاعة بتاعة البيتزا. نبتدي نرُش كده على الوش شوية سمسم على حبّة البركة، نجيب الفرّادة ديّة ونبتدي ندوس بيها على العجين من فوق بحيث إن هي تغطّس السمسم وحبّة البركة جوّه العجين نَفْسه. خلاص كده إحنا قطّعنا، نبتدي بقى ناخد الواحدة اللي بتبقى أحس إنها عريضة شوية، أقفلها على بعضها وأبرمها وأدخّلها في الصينية. وسهل جدًا وما بياخدش وقت خالص، خالص، لا في الخبز ولا في العجن ولا في التسوية. أنا سويته في الفرن الغاز وفرن الكهربا الاتنين، والنتيجة كانت زي الفل. أنا بامسك الواحدة بعد ما عملتها كده أطبّقها على بعضها وأبرمها بقسماطة برضه،
واحدة طويلة واحدة قصيرة مش مهم، احنا مش اللي بتبقى طويلة أوي بقسمها 2 وابرمها. نكمل الصينية. كده خلصنا الصينية، نبتدي نكمل الباقي في صينية تانية. ما شاء الله هي فردت معايا كيلو، عمل كمية كويسة جدا، أحسن من بتاعة الأفران، وبحاجات اقتصادية من البيت ومش مكلفة ونظافة وما شاء الله طلعت حلوة قوي قوي. احنا بقى بنظبط، احنا واحنا شغالين كده بنظبط البقسماطة بحيث انها ما تبقاش فيها تعرجات وانتي بتحطها في الصينية بتاعتها. خلصنا كده، نكمل بقى الباقي، لسه فاضل عجين. نكمل باقي الصاج ده، فاضل قطعة. احنا طبعا بنفرده زي ما اتفقنا كده، وبعدين نحط عليها السمسم وحبة البركة من على الوش، وندوس عليها بالنشابة الصغيرة دي. نحط بقى السمسم وحبة البركة، نفرد. قطع. القطعة دي حلوة قوي بتاعة البيتزا، حامية، بتسوي العجين حلو. لازم يبقى رفيع ولا يقلب معاكي قراقيش. هنا هتطلع فاضية كده. أنا طبعا زي ما انتم شايفين كده ببرم فوق السمسم اللي من فوق وحبة البركة، فبياخد مع بعضه السمسم وحبة البركة من العجين نفسه، وبيطلع ممتاز جدا. أتمنى تجربوا كده الطريقة دي، حلوة قوي فوق العجين نفسه. حلوة الطريقة دي، بسيطة جدا وجميلة وبتنجز معاكي. بدل ما تقعدي تبرمي واحدة واحدة، لا كده أحسن، وبيطلع حلو وخفيف وقلبه فاضي من جوه. ان انا لما بتبقى عريضة معايا في التقطيعة بقلبها على بعضها وبطبقها على بعضها وبلفها، فبتبقى بقسماطية جواها فاضي زي رغيف الفينو. الصينية التانية هي هنكمل فيها اللي باقي، وبعدين ندخل الفرن الشغل، لانه هو فعلا انا بشوفه كده لقيته خمر كله. يعني المفروض ان احنا نحطه في، انا مولعه الفرن اصلا. دي الصينية التالتة اهي. انا بعد ما بقطعها كده ببرمها.
أنا طبعا بدهن الصينية زيت من تحت علشان ما يلزقش في الصينية. الحاجات دي حلوة وخفيفة في البيت، والعيل أو الولاد لما يكون عايز ياكل حاجة خفيفة فبيعتمد على الحاجات دي قريبة منه. واحنا الوقت الدنيا كلها مش حلوة وصعبة على الناس كلها، فاحنا عايزين أي حاجة بسرعة تنجز مع الأولاد. كده أنا خلصت آخر قطعة، خلاص نكمل باقي الصاج بقى وندخله الفرن. خلاص اهو في الفرن اهو، انا شغالة فرن كهرباء وفرن غاز. جميل، بينجز معايا وحلو. جميل جدا، ما شاء الله، مقرمش وطالع مستوي من فوق ومن تحت واحمر من فوق. مش شايفين التسوية بتاعته جميلة فوق زي تحت، حلوة قوي، خطير بجد، جميل جدا جدا، احلى من بتاع الافران ونضيف وحاجة روعة صراحة، وليه طعم حلو قوي. وريحته في البيت اي حاجة خبيث في البيت بتدفي البيت وبتديله بركة كده. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم. هي كوباية مية، كوباية زيت أو كوباية ونص مية، كوباية زيت، كيلو دقيق، شوية سمسم على حبة البركة، نطرة ملح، معلقة بيكنج باودر، معلقة ونص خميرة، وشكرا. واعجنيهم وخمريهم ودخليهم الفرن. بس كده خلاص احنا خلصنا. شايفين الكمية قد ايه؟ من كيلو دقيق. شوفي بقى لما تروحي تجيبي دول من الفرن هتجيبهم بكام؟ الكمية دي هتجيبهم بكام؟ مش هيبقوا بالنظافة ولا بالزيت النظيف اللي انت عملتي بيه. هو ما ينفعش زبدة، هو ينفع زيت بس عشان يبقى فيه قرمشة كده وحلو. هو كان لسه يا دوب ما نشفش لسه، ولازم يستنى شوية لما ينشف. هو كان لسه خارج من الفرن بس هو برضو كان ناشف. انا محمصاه حلو، تحفة بجد، وقلبه فاضي وبيعمل صوت حلو قوي في التقطيع كده في القطمة، ناشف يعني. اتمنى تجربوه، واشكركم على حسن المتابعة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وجزاك الله خيرا. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وفيديو جديد مع بعض بإذن الله. والسلام عليكم.